اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم هاي من مشترياتي في شهر رمضان، حبيت اصورهن لكم. هاي سيت الفناجيل، بناتي نبين لونهن تركوازي، بس هن لونهن بالطبيعة زيتوني. بنات، واخذت هاي المقدمة مالت الشيكليت. بنات، احنا المشتريات رمضان ما نخلص منهن، يعني لازم نروح على شغلة لازم نجيب اكثر من شغلة نشتريها، فعجبتني واخذتها. بنات، واخذت هذا الترمز الرمضاني بس ما حطيت الحنفية مالته، وسعرها كان كلش حلو. كان هو العام تقريبا ب14، سعره 10,000، فهواي يشيل والله أكثر من 5 لترات. والله العظيم شغلات رمضان أبد ما تنمل، يعني اللي يروح للسوق يبتلي والله العظيم. بنات، أخذت هذا حجمه تقريبا أكبر من الكف، كلش حلو، حجمه كبير كلش، واخذته. بنات، واخذت هاي مال التقديم، حجمه كلش حلو. انتم اي شي تحطون بيه تمر، تحطون بيه بقلاوة، اي شي. انا هسه اللي موجود عندي حطيت بيه هذا الشيكليت. ما ينملن هاي الشغلات، ما شاء الله كلش حلوات. واخذت هذا الخواشي حديد كبار والله، حجمهم حلوات، مال الجلي الكاسر. نوعيتهم كلش زينة. بنات، واخذت هذا القوري الرمضاني، حلو لونه وحجمه كبير حلو. واخذت وياه هاي المهدرة، حلوة تصير وياه، حط لها شمعة بهذا الشكل. وهاي المدارة حلوة، يعني نوعية كلش حلوة، وتصير على كل قوري، يعني مو إلا هذا القوري، حتى يظل الشاي دائما حار. بنات، أخذت هاي الشموع 50 قطعة. بنات، أخذت هاي الطوس مال زلاطة أو للكاستر، عجبوني حجمهم كلش حلو، 6 قطع. هاي مشترياتي تقريبا الوجبة الرابعة أو الخامسة من يعني مشتريات رمضان. كل ما أنزل السوق لازم أشتري شغلات رمضان، أعوز كل شي وأشتري شغلات رمضان. أكيد كلكم تحبون شغلات رمضان. يا ربي الله يعودنا ويعودكم يا ربي بالصحة والسلامة والعافية. لا تنسونا باللايك والاشتراك ودعم القناة. مع ألف سلامة.